عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كويسين. حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة. ان شاء الله النهاردة اقول لكم تشكيلة المنتخب مصر من وجهة نظري، التشكيلة العموما لكأس العالم. لكن مثلا ممكن كابتن حسام حسن يغير تكتيك في الماتش، مثلا زي ماتش بلجيكا، لكن دي تشكيلة من وجهة نظري انا. ممكن يعني حسام حسن حاجات تانية كتير يبقى من وجهة نظره حاجات تانية مختلفة. بس قبل ما ندخل في الحلقة ونتكلم في اي حاجة، ما تنساش اهم حاجه تصلي على النبي. لو وراك فرض قوم صلي وتعالى كمل الفيديو او الحلقه تاني عادي. نبتدي بقى ندخل على التشكيله. بس قبل برضو ما نخش، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو، تعليق اكتب لنا في التعليقات ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في تشكيلتي، ايه تشكيلتك من وجهة نظرك، منتخب مصر يوصل لايه في كاس العالم. ويعني عايزك تقول رأيك معانا في الكومنتات. وبس كده بقى، اعمل كوبي لينك الفيديو وابعته لكل صحابك. ابعت الفيديو لكل صحابك عشان الفيديو يتشاف وكل الناس تشوفه. ويلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نخش على التشكيلة. والتشكيلة هتبتدي من حراسة المرمى. حارس المرمى هو مصطفى شوبير. بس قدام مصطفى شوبير هلعب بخطة 4-3-3. 4 قدامهم 2-6 و1-8، وقدام جناح وجناح وراس حربة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا حراسة المرمى مصطفى شوبير، ما فيش يعني ممكن اللي ينافسه على المركز التاني لو شوبير مثلا لا قدر الله حصل حاجة ولا حاجة زي كده مثلا، ينافسوا على المركز التاني المهدي سليمان طبعا. باك يمين ما فيش غيره، يعني الناشئ محمد هاني، ناشئ فوق 30 سنة. باك الشمال احمد فتوح. بصراحة يعني فتوح برضو لاعب عالي، مش على فكرة كريم حافظ ينافسه جامد جامد على الحتة دي. بس فتوح برضو هيثبت نفسه وهيحافظ على مكانه وهيبقى باك الشمال لمنتخب مصر. قلوب الدفاع عندك ناس قالت منعم وياسر، منعم ورامي، رامي وياسر، حسام ومنعم، حسام وحمدي، حمدي واي حد فيهم. يعني يعني في كلام كتير في المكان ده. انا من وجهة نظري تاخد حمدي تلعبه قلب دفاع ويبقى جنبه محمد عبد المنعم، بديلهم حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد يلعب على رامي ربيعة وياسر ابراهيم. دي وجهة نظري طبعا. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم يعني حمدي ومنعم بديلهم حسام، تحت حسام رامي طبعا، وفي الاخر ياسر. يعني قدامهم 2-6 طبعا. اللاعب بيراميدز التاريخي يعني بصراحة ليه مستقبل كبير، وفي كلام ان هو يدخل في صفقة تبادلية. في كلام كده ان هو يدخل في صفقة تبادلية مع الزمالك. هيروح هو ويجي فتوح لبيراميدز، وهو مهند لاشين اللي غلط غلطة كبيرة قوي في ماتش البرازيل. بس يعني ما في كريستيانو وميسي بيغلطوا. بصراحة مهند لاشين لاعب كبير 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 ويستاهل كل الدعم، وان شاء الله يبقى في المنتخب اساسي بعد كده. فالكابتن مهند لاشين جنبه طبعا كابتن كبير ولاعب كبير ولاعب فرق في نص الملعب، سواء نجم مع المنتخب ولا نجم مع النادي الاهلي. وهو طبعا كلنا عرفناه، هو كابتن مروان عطية. طبعا لاعب كبير طبعا وهيفرق مع التشكيلة ومع المنتخب. قدامهم طبعا هو امام عاشور، نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب. هو انا شايفه في الحته دي هيبقى متميز فيها، وان شاء الله امام من اللي هو يمسك الكوره يضرب سبرنت. فالحته دي بتاعت امام، وان شاء الله يعمل حاجه جامده في التشكيله وفي في الملعب. انا بقى في الحته الهجوميه دي، المثلث الهجومي ده، انا عملت بصراحه عامل استراتيجيه كده وفكرت فيها، وقولوا لي ايه رايكم فيها. هو طبعا كابتن حسام مش هيعملها. هيثم حسن لاعب زي هيثم حسن حرام ما يلعبش كاس العالم ده. حرام ما يلعبش اصلا، مش ينفع يقعد دكه. هيثم حسن يلعب جناح يمين. طب عمر مرموش لاعب عالمي خيالي في الجناح الشمال. حرام تلعبه راس حربة. اللاعب اول ما بيستلم الكرة بيزقها قدامه بيطلع يجري بيها، وبيبقى على 3 مدافعين 4 بيقطعوا منه. لكن جناح هيجري على الخط يرفع عرضية. فهو مرموش جناح شمال. هيثم حسن ياخد فرصته في الجناح اليمين، وعلى فكرة ينزل ماتش بلجيكا يعمل اداء جامد.
بديل مرموش هيبقى طبعا زيكو وتريزيجيه، مفيش خلاف عن الكلام ده. هيثم حسن. يعني احنا ممكن، اسمعني بقى، مين المهاجم؟ المهاجم هو محمد صلاح. ليه ما نجربش محمد صلاح مهاجم؟ محمد صلاح بيفنش كويس. ايه رأيك ما يبقى مهاجم؟ اكتب لي في التعليقات ايه رأيك محمد صلاح يجرب يبقى مهاجم مثلا ماتشين كده، ماتش مصر ماتش بلجيكا والماتش اللي بعده، يجرب ونشوف يعني اداء، يعني ويعملوا سويتش. يعني مثلا هيثم ممكن يلعب جناح، مرموش يخش، صلاح يرجع يمين، مرموش يجي يمين، هيثم يخش شمال، صلاح يفضل، يعني يعملوا سويتش. وانا شايف ان دي افضل تشكيلة نلعب بيها دور مجموعات. طبعا كل ماتش بيبقى فيه تكتيك، مثلا نغير ماتش بلجيكا مثلا ندافع سنة زيادة، ماتش نيوزيلندا نهاجم سنة زيادة، ماتش كذا نعمل حاجة معينة كده. كل ماتش وليه ظروفه، فدي التشكيلة العمومية، لكن كل ماتش ليه تكتيك هيتغير فيها. وبس كده، قبل ما ننهي الحلقة ما تنساش تصلي على النبي لو وراك فرض ومصلي. وما تنساش بقى لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، لايك للفيديو، تعليق، اكتب لنا رأيك في التعليقات على الفيديو وكل حاجة اتكلمنا عليها. اشترك للفيديو، خد اللينك، اعمل له كوبي لينك وابعت لكل صحابك الفيديو عشان الفيديو يتشاف. وبس كده يبقى وصلنا للنهاية، وبس كده، سلام.